استأذنكم ونروح لوائل إبراهيم من الملعب ومعاه حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي. شكرا للزملاء في استاد النيل والف مبروك للنادي الاهلي ومعنا الكابتن حسام البدري. برحب بيك كابتن. اهلا وسهلا الله يخليك. كابتن حسام اول حاجه عايزين طبعا الساده الضيوف طبعا كابتن طاهر كابتن شاذلي كابتن علي بجريشه كابتن محسن صالح طبعا تحياتي ليهم جميعا. اول حاجه عاوزين نطمن على احمد فتحي اخبار الاصابه الدكتور ايهاب علي قال ايه؟ ولا طبعا يمكن هو اشتكى بالعضله الضمه فالتشخيص هنشوفه دلوقتي طبعا ما كانش في وقت ان احنا نعرف فيه ايه بالظبط والحاله هتبان بشكل كبير بكره ان شاء الله فربنا يساعد باذن الله. اداء النادي الاهلي النهارده في تعليق عليه؟ اكيد في برضه حذر شويه وفي تعب يعني في تعب يمكن برضه احنا لعبنا مباراه زياده خلي بالك مباراه الجانرز مع المباراه اللي احنا لعبناها بعد كده وبعدين مباراه النهارده لعبنا المقاولين بعد الجانرز وبعدين مباراه النهارده فيمكن الفترات الزمنيه قليله في تعب شويه وفي حذر شويه اكيد برضه يعني اكيد في حاجات في دماغ اللعيبه ويمكن نتيجه النهارده مع الحذر شويه مع ان جبت هدف بقول طبعا في بعض اللعيبه تعبانه شويه وفي نفس الوقت في بعض الغيابات عندي لكن في ظل الظروف دي اعتقد الحمد لله كان الفوز مهم النهارده الحمد لله. في اي بروفه النهارده كانت بتتم استعداد لمباراه القمه يوم الجمعه ان شاء الله؟ لا اكيد لا يعني كل مباراه قائمه بذاتها وبنفكر في مباراه النهارده بنتعامل مع فريق الاتحاد طبعا فريق محترم ومؤدي نتائج كويسه وعنده جهاز فني يعني مستر كبوار فعلا من الناس اللي انا بحترمهم جدا فتعاملنا مع المباراه لانها بثلاث نقاط مهمه جدا كان بعيد عن تفكيرنا خلاص مباراه الزمالك وان شاء الله هيبقى في تفكير جدي طبعا والتحضير لمباراه الزمالك اللي هي مباراه مهمه جدا. الزمالك فريق كبير والسنه دي طبعا عمل انجاز كبير واعتقد اللي عمله السنه دي الزمالك انجاز كبير وفي نفس الوقت ستظل مباراه قمه فهنبتدي ان شاء الله نفكر فيها من بكره باذن الله. ان شاء الله باذن الله. سؤال اخير هزيمه الزمالك امام الحرس النهارده وفوز الاهلي بالثلاث نقاط النهارده هيخلي الاهلي اكثر هدوءا في المباراه القادمه ان شاء الله؟ والله هي المباراه بيبقى ليها ظروفها لكن اكيد لابد ان احنا نستخدم العامل ده لصالحنا شويه لكن المباراه خلاص ستظل مباراه قمه الزمالك بيفكر فيها كمباراه قمه وكبطوله خاصه واحنا بنفكر فيها كبطوله خاصه طبعا وكبطوله مكمله كمباراه مكمله لمشوارنا لانها برضه ثلاث نقاط مهمين نتمنى باذن الله يبقى في توفيق من عند ربنا اعتقد هتبقى خطوه كبيره واتمنى فعلا من ربنا التوفيق فيها باذن الله. شكرا لك يا كابتن الف شكرا. سريعا جدا عوده الى تحت